الشخص اللي وجعك لا يمكن بأي حال يكون هو نفس الشخص اللي ممكن يعالجك. نص البشر بتضيع حياتها وسعادتها في انها تستنى من اللي اذاها انه يحس بغلطته ويتأسف، وتصمم انها ما تقفلش الصفحة، وبتكمل حياتها ضحية وتعيش على ذكرى اللي فات. بس خد المفاجأة، اللي جرحك مش بيفكر فيك اصلا ولا انت على باله. عارف ليه؟ لانه ما تجرحش. الانسان مش بيحس الا لما هو اللي يتجرح مش يجرح. أنانية. نص البشر إلا من رحم ربي يهمها نفسها وبس، بتدوس عادي. للأسف علاج وجعك دي مسؤوليتك انت، مش مسؤولية حد تاني. كل المسلمات عندك بتضيع، زي اللي انت خليته أمان بقى هو مصدر ألم، زي اللي كان هو الثقة بقى هو المؤذي، السند اللي يسند بقى هو اللي بيهد، اللمة الحلوة اتفشكلت، وده بيوجع قوي. بس من الغباء انك تضيع عمرك فاتح نفس الصفحة على امل تغير المكتوب فيها، او متخيل انه هيغير دماغه او يغير من نفسه علشان يرضيك. الوجع حصل، خلاص حقك راجع في الدنيا او في الاخرة، مش لازم تستنى تشوفه، دي مش شغلتك انت. انما سعادتك هي مسؤوليتك، خططك المستقبلية واتزانك النفسي وتعاملك مع الموقف والتئام جرحك دي مسؤوليتك انت.